بتلبس حرير الباليه، تتحرك بخفة الملايكة، لكن المسرح بالنسبة لها مش للعرض وبس، ده ساحة للانتقام. وفي كل حركة باليه تخدع العيون، وفي كل إيقاع خطة للقتل، لأنها مش مجرد راقصة باليه، دي آلة انتقام متنكرة بحرية. بالورينا 2025 فيلم أكشن إثارة وانتقام، ده أول فيلم يا صديقي مشتق من عالم جون ويك، بتدور أحداثه بين الجزء الثالث والرابع لسلسلة أفلام جون ويك. الفيلم من بطولة أنا دي أرمس بدور روني، وأنجليكا هوستن بتكمل دورها كمديرة مدرسة الباليه، وكيانو ريفرز شخصية جون ويك طبعا ده بيظهر كضيف شرف بس دوره محوري في الفيلم. الحكاية بتبدأ مع روني، بنت اتدربت في مدرسة شكلها من بره مدرسة باليه، بس في الحقيقة ده مكان بيخرج قتلة محترفين. روني كانت واحدة من أكتر البنات اللي اتدربت هناك، وفي لحظة حياتها بتتشقلب لما عائلتها بتتقتل في حادثة غامضة، ومن هنا بتقرر تنتقم لأهلها. خطوة ورا خطوة روني بتكتشف أسرار خطيرة ما كانتش تتخيلها، بتدخل في صدام مع ناس تقيلة زي هاي تيبل والمنظمات اللي بتحكم عالم القتلة، وكمان بتقابل مدير الكونتيننتال شارون ومديرة مدرسة الباليه الروسية، وكمان بتقابل جون ويك نفسه اللي بيظهر في لحظات مهمة جدا. الفيلم بيورينا تفاصيل جديدة عن عالم جون ويك، القوانين الصارمة، التحالفات، الخيانة والأكشن الجامد اللي واخد نفس روح سلسلة أفلام جون ويك، بس المرة دي ببطلة جديدة وليها حكاية انتقام خاصة بيها. فيلم مليان أكشن جامد جدا ومشاهد معمولة بدقة، وكمان بيكشف أسرار جديدة عن عالم قطر والكونتيننتال والقوانين اللي بتحكمه. أنا عايز أقول لك يا صديقي إن شركة ليونز جيت صرفت على الفيلم من 70 ل 90 مليون دولار. كمان الفيلم اتصور في أماكن كتير زي مدينة براغ تشيك ومدينة بودابست المجر ونيويورك أمريكا. الفيلم مش أكشن وخلاص، لا ده فيه تركيز على الحالة النفسية للبطلة والانتقام بشكل إنساني أكتر. وفي الآخر بنشوف روني وهي بتواجه أصعب قرار في حياتها، تكمل انتقامها مهما كان الثمن، ولا هتضحي بحاجات أغلى من حياتها. الفيلم بيخلص على نهاية مفتوحة شوية، وبيخلينا نسأل نفسنا هل دي بداية بطلة جديدة في عالم جون ويك، ولا لسه في أسرار تانية مستنيانا؟ ولو وصلت هنا يا صديقي ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير ولنا في الكومنتات، تفتكر روني هتبقى أخطر من جون ويك، ولا لسه هيفضل جون ويك هو البعبع؟ وسلام.